عاملين ايه يا جماعة؟ وحشتوني جدا جدا جدا. ان شاء الله الفترة الجاية هنبدأ ننزل مع بعض فيديوهات كتير. بس فيديو النهاردة بقى انا كنت عاملة فسيخة كده تجربة وقلت افتحها معاكم. وبصراحة اتصدمت وما كنتش متخيلة ان النتيجة تطلع كده خالص خالص خالص. يلا بينا نشوف بقى شكلها هيبقى عامل ازاي، وممكن اقول لكم الطريقة كده على السريع عشان مصورتهاش واحنا بنفتح مع بعض. اول حاجه جبت كده سمكية بوري من عند بتاع السمك، وزنها حوالي 550 جرام. جبتها غسلتها كده تحت الحنفية من الخياشيم كويس وسبتها تتصفى، ونشفتها بمناديل كويس جدا جدا، ما سبتهاش تنشف خالص ولا اي حاجة. انا سبتها تتصفى بس ونشفتها كويس وتأكدت ان هي نشفت تماما ومفيش اي مية تدخل من بق السمكة. بعد كده جهزت بقى خلطة، عندي 6 معالق كبار ملح خشن، وكمان ممكن ازيد من كده وهقولك في الاخر الزيادة هتعملوا بيها ايه، ومعلقتين كبار شطة ونص معلقة صغيرة كركم. لو حابين ممكن ما تضيفوش. بعد كده ابتديت ان انا احشي الخياشيم كويس جدا جدا بالكركم والملح والشطة وبق السمكية كمان. وجهزت بقى الاكياس عندي وفرشت فرشة كويسة كده بالملح من تحت، اللي هو اللي هيتبقى من الخياشيم واللي احنا حشينا بيه، يعني اللي هيتبقى فرشت فرشة كده من تحت في الشنطة. وبعد كده حطيت السمكية وغطيتها برضو بالملح ولفتها بقى كذا لفة. والسمكية اللي قدامكم ديت كده انا سبتها حوالي 5 ايام بس، وهتشوفوا بقى النتيجة عاملة ازاي. بجد النتيجة طلعت حلوة جدا جدا جدا. اهو بقى بسم الله وهنفتح كده مع بعض. هو اول يومين بتكون ريحته غريبة، ما بتكونش ريحته فسيخ. بعد كده لما بتبتدي ان هي تستوي ريحة الفسيخ بقى بتبتدي ان هي تظهر فعلا. بس بتكون ريحته برضو مش نفاذة قوي، هي الريحة بتبقى نفاذة قوي لما بنيجي نفتح الفتحة السوداء دي. بس كده طلعت كل بقى الحاجات اللي في البطن، وكمان هشيل الراس مش عايزاها. شايفين بقى شكل السمكية البوري راسها بتكون عريضة جدا جدا ازاي. ده بقى شكل السمكية بجد تحفة، مستوية قوي قوي، والخمس ايام حلوين قوي قوي عليها. انا كنت حطاها في ضرفة المطبخ. شايفين بقى طالع ازاي منها اللحم طالع من الجلد بايدي بس، ولا بسكينة ولا بمعلقة ولا باي حاجة. بجد رهيب جدا. انا كنت بجرب بس لان كنت خايفة بصراحة، حرام ان انا اجيبه ويبوظ ويترمي. وبعدين اول تجربة برضو ما بتكونش ناجحة 100%، اكيد بيبقى فيها اخطاء. اهو بالشكل ده كده. بصراحة طعمه حلو قوي. انا طبعا مش هاكله النهاردة، فخليته كده زي ما انتوا شايفين وحطيته في برطمان، وحطيت عليه زيت وقرون فلفل اللي هي المجففة، وحطيته كمان في التلاجة واتأكدت ان هو مقفول كويس جدا. وطعمه بجد كان حلو قوي قوي. شايفين بقى مستوية ازاي؟ تعرفي ان هي مستوية لما الشوكة اللي في النص او العمود الفقري بتاع السمكة يطلع حلو قوي كده من غير لحم ومن غير اي حاجة، ويطلع معاكي بكل سهولة. تعرفي ان هي كده مستوية. وطبعا لما تيجي تطلعي اللحم بايدك يطلع معاكي بكل سهولة من الجلد. اهو بالمنظر ده كده شايفين. انا بقى خليتها كده على طول وحطيتها في برطمان وبالهنا والشفا.